السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احنا متابعين، اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا كده نروح مع بعض اجمل اماكن في المنصورة ونشوف كده المنصورة بعد التعديلات والحاجات الجديدة اللي فيها. بجد بقى شكلها حلو جدا جدا، بس بجد زحمة موت 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 كده. واحنا ماشيين كده في الطريق زي ما انتوا شايفين، وهنشوف مع بعض بقى ميدان ام كلثوم، وهنشوف المحافظة، وهنشوف اماكن كتير جدا جدا. بس بصراحة كان نفسي اكمل معاكم نهاية الخروجة بتاعتنا والرحلة الطويلة، بس للأسف الشديد الدنيا زحمة موت ومعرفتش اصور اي حاجة. طبعا انتوا عارفين الايام دي احنا في العيد وكده والزحمة. طبعا في الاول هنا مفيش فعرفت اصور، لكن بعد كده طبعا هيبقى فيه حاجات كتير كده مش هعرف اتكلم معاكم. يلا بينا نشوف، وخليكم بقى تتفرجوا زي ما انتوا عايزين كده على المنصورة من اول خالص. طبعا لو وصلتوا معايا لهنا ما تبخلوش علينا باللايك والشير والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفها، الاشتراك من كل فيديوهاتنا باذن الله. ويلا اتمنى لكم مشاهدة ممتعة باذن الله. ويا ريت ما تنسوش تدعوا لنا كده في الايام المباركه دي دعوه صادقه من قلبكم، ولكم المثل باذن الله تعالى. وما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ما تنساش وانت بتدعي تقول اللهم اني اعوذ بك من اعين تترقب حياتنا ومن انفس تحزن لتوفيقنا، واكفنا شر خلقك واشغلهم في انفسهم. بسم الله ارقي نفسي واحبائي واهلي واخوتي من كل شيء يؤذينا، ومن كل ذي نفس او عين، ومن كل داء يؤذينا، ومن كل شقاء يشقينا، ومن عين معجب أو عين ساحر أو عين حاسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاقد إذا حقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي شر. الله يبرينا، الله يكفينا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته أمهات أول ما المؤمنين تحط إيدك في جيبك وما تلاقيش معاك فلوس، قول الدعاء ده، لأن الدعاء ده بفضل الله عز وجل هيخلي الفلوس تنزل عليك زي المطر. أهم حاجة اليقين، وادعوا الدعاء ده وأنت موقن إن ربنا هيستجيب لك. وأوعى تفكر إن ظهور الفيديو ده لك صدفة، والله العظيم إن شاء الله بشرى ليك وهتكون من نصيبك. ردد معايا بعد ما تصلي على الحبيب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وبعد كده: يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. أخيرا شارك الفيديو مع غيرك، لعل وعسى حد يستفيد فيه فيكون في ميزان حسناتك. وزي ما بتحب الخير لنفسك حب الخير لغيرك، والدال على الخير كفاعله. هل تعلم لماذا فرض الله عز وجل الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة؟ روي أن جماعة من اليهود جاءت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينما كان جالسا بين الأنصار والمهاجرين، وسألوه: يا محمد، نسألك عن كلمات أعطاها الله تعالى لموسى بن عمران لا يعطيها إلا لنبي مرسل أو لملك مقرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله. فقالوا: أخبرنا عن هذه الصلوات الخمس التي فرضها الله على أمتك. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الفجر، فإن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان، ويسجد لها كل كافر من دون الله. قالوا: صدقت يا محمد. وأضاف: أما من يصلي الفجر 40 يوما في جماعة فإن الله يعطيه براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق. أما صلاة الظهر فهي دعاء عظيم هيخليك تشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. هتقول الدعاء ده بعد كل صلاة 3 مرات، وقبل ما تنام مباشرة تقوله 7 مرات. هتقول: اللهم ارزقني زيارة بيتك من غير حول مني ولا قوة. اللهم بلغ رسول الله مني السلام، وارزقني رؤيته في المنام. كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين كريمين يحرم؟ يا رب يا اللي بتشاهد الفيديو ده دلوقتي ربنا يديك لحد ما يرضيك. يا رب يا اللي بتشاهد الفيديو ده دلوقتي ربنا يديك خير الدنيا ونعيم الآخرة. ومش صدفة توصل ليك الدعوة دي وصلت لك
ممكن تكون أبواب السماء مفتحة دلوقتي والدعوة ربنا يقبلها مني. ممكن وقت ما يوصلك الفيديو ده الدعوة دي ربنا يقبلها مني، وتكون انت من الناس المحظوظين في الدنيا دي بنعيم الدنيا ونعيم الآخرة. دعوة من قلبي ليك يا اللي بتشاهدني، تعرفني أو ما تعرفنيش، الدعوة طالعة خالصة لوجه الله تعالى لقلبك انت اللي بتشاهدني، وإن شاء الله تكون انت من الناس اللي الدعوة دي وصلتهم وتكون مقبولة عند ربنا بحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. ربنا يرضيك لحد ما يرضيك يا رب، ربنا يديك لحد ما يرضيك يا رب. قل الحمد لله دائما على ما وقع وما لم يقع، على ما أخذ الله منك وما أعطاك، على ما ضاع منك وما رزقك به. قل الحمد لله في أيام الفرح، وقلها أكثر في أيام الحزن. قلها حين يبتسم لك القدر، وقلها حين يغلق في وجهك الأبواب. الحمد لله ليست كلمة عابرة، بل سر الطمأنينة، هي القوة التي تجعلك تقف بعد كل سقوط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 ثم دعا إلا قال الله: أجبت. أجمل راحة في الحياة أن تسلم أمرك لله وتقول اللهم اختر لي ولا تخيرني فأنت أعلم بما هو خير لي يا ربي، اللهم آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية: قد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ومداد كلماته، ورضا نفسه. ردد معي هذا الدعاء: اللهم إني صبرت صبرا كثيرا، تألمت وتعبت، اللهم بشرني بفرحة كبيرة تجعلني أسجد لك باكيا، ثم اكتب: يا رب بنية التوفيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت هذا الدعاء ولو أن عليك جبلا من دين لأداه الله عنك. ما هو يا رسول الله؟ قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. 4 أمور تجعلك في جوار النبي في الجنة. أولاً، عول البنات والقيام عليهن، ففي صحيح مسلم قال: من عول جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. ثانياً، كثرة السجود، فقد قال النبي لمن سأله مرافقته في الجنة: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ثالثاً، كفالة اليتيم، قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وضم أصبعيه السبابة والوسطى. رابعاً، حسن الخلق، جاء في الحديث: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. خامساً، كثرة الصلاة على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قل 3 مرات: اللهم يا محول الحال والأحوال غير حالي لأفضل حال، وارزقني رزقا واسعا يا رب العالمين. إذا وصلتك هذه الرسالة أكتب يا رب. قال لك ماشي. انا لسه ما اديتليش فلوس، لقيت واحده جايه على الموتوسيكل هي وجوزها